والحرق بالنيران، والحرق بالنيران. المدة له قواعد حطينها في الحسبان، حطينها في الحسبان. ماشيين عليها احنا من اول الزمان، من اول الزمان. واي حد ينسى ما بنعتبروش انسان، ما بنعتبروش انسان. واللي مش انسان هيموت 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 في اي مكان، في اي مكان. الموت 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 الموت. الموت. اغاني انا ولا ايه؟ بتغني معانا ليه؟ اصل انا بحب الاغنيه دي قوي، وبعدين ما انتوا كلكم بتغنوا، ايه المشكله بقى؟ تعبان يالا. انا مش عارف هيجرى لك ايه دلوقتي؟ ايه انت هتتعدم. ايه؟ ايوه بس ده ما يمنعش ان انا حافظ الاغنيه وصوتي حلو. الموت الموت الموت. خد يالا روح فين يالا؟ خد يالا. انت هتتعدم. هتتعدم. فعلا يعني ما ينفعش اغني معاكم خالص؟ لازم تقف في وقار ورهبة وتستعد للحظة الموت وتكون محطم نفسيا ومنهار من جواك. أكتر يا ابني! أكتر! 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 والنعمه بناره كده كويس؟ قشطة عليك! ثبت ده! اثبت على كده! حاضر. لازم نحس بمأساتك عشان يبقى منطقي اننا نغني ونرفع من روحك المعنوية. ما هو حضرتك انا كنت بحاول اغني معاكم عشان ارفع من روحي يا المعنويه. ابني انا الكاهن هنا. هو راح فين؟ واقول لك ما ينفعش تغني معانا، انا عارف مصلحتك. وانا بقى اللي هيتهدم هنا، وبقول لك ما فيهاش حاجه يعني لو غنيت معاكم. يا ابني خلصنا بقى، الناس عايزه تحتفل بالكرنفال، مش هنضيع اليوم كله في حوارك الفاكس ده. ما تجننش امي، انت هتموت دلوقتي. اوعى. لازم تفكر بيأس. بس انا مش عايز افكر فيها، هي اللي عايزاها. يابا هتموت حالا، هاتوا الحبل. حبل؟ هتهاجموني بحبل؟ ايه الميزانيه الضعيفه بتاعتكم دي؟ ايه ده؟ لا مفيش الكلام ده. انا كنت فاكر بقى ان انتوا هتهاجموني وتعملوا شنار وحركات. لا، الخدمة عندنا كم؟ نعلمك بالخدمة وهنحميه. هتموت على نضوته، وفي نفس ذات اللحظة هنولع في منظرك بالله. يا ابن اللعيبه، تصدق ان دي فكره حلوه جدا؟ لا ده انت كده هتخليني ماسك فيك. يلا شوف لي متعه على ذوقك كده، يلا. استنى عندك انت اهو، وقف تنفيذ الحكم. ايه ده؟ انت عايز اموت بدري النهارده؟ في الحكم ليه؟ ايه الهزار ده يا جماعة؟ انت مين اصلا؟ انا رسول الحزب، وده امر مني بوقف تنفيذ حكم الاعدام. امر بوقف الحكم يعني ايه؟ يعني فرصه دخول الحرمان. مفيش اعدام. قلت لك نروح زحالين الميه ولا حتى المراجيح، وانت اللي قعدت تقولي لي لا نتفرج على الحرب، وانا اقول لك نروح زحالين الميه وانت تقولي لا نتفرج على الحرب. عاجبك كده؟ لا مننا لا رحنا زحالين الميه. عندك المرسوم ده؟ ايوه انا كنت عارف. لا ده انا كنت متاكد ان ده كله هزار بمناسبه الكرنفال. قال لك ملحد، انا اصلا ما اعرفش يعني ايه ملحد دي، انت تعرف؟ انا ما اعرفش. كل ده عشان كتبت حته مسرحيه وقلت فيها الراي يرضيك يا برو، يرضيك يا قلبي.
حركات غريبة. بس مش مهم، المهم ان ده كله طلع هزار. ايه ده يا حماد؟ ايه يا سيدي فرحان انت على طول كبدني كده؟ مش عايز نفرح كمان بالعافية؟ اوعى تفرح، لان ده اصلا مش مرسوم عافية. ما تهرب بقى يالا. ايه يعني ايه؟ مش فاهم حاجة. مش انت يا ابني قدمت طلب للحاكم عشان تمثل انت وفرقتك مسرحية عن كريستوفر كولومبوس. كريستوفر كولومبوس والملكة إيزابيلا؟ المسرحية دي اللي كنت بسببها هتتعدم. ابسط يا سيدي، الحاكم موافق على طلبك. ده بيؤكد للجميع يا اخوانا ان كل انسان محكوم عليه بالاعدام هنا يقدر يقول اللي هو عايزه، وان احنا ما عندناش رقابه على الفن. البس بجنيه. يعيش المسرح الحر، يعيش المسرح الحر، يعيش المسرح من غير رقابة، يعيش المسرح من غير رقابة. بس لحظة واحدة، أنا ما طلبتش إن أعمل مسرحية عن كريستوفر كولومبوس. كريستوفر كولومبوس بتاعك دوت. مفيش مشكلة يا حبيبي. عاوز تقدم مسرحية يا عمير؟ ولا أي حد خالص، أنا ما طلبتش أصلا إن أمثل قدام الحاكم، لا أنا ولا فرقتي. انا كده ان في حد يقدم الطلب مكانك. بيهزروا معاك هناك وانت بتتعاد كرنفال بقى وكده. بس يا ماما بس، طيب ماشي. بس يا ولية أنت في إيه مالك؟ إيه ده؟ طب خلاص يا جماعة، أنا آسف جدا إن هقطع عليكم لحظات الفرح الأوفر الجميلة دي، بس أنا مش ناوي أقوم بدور المهرج عشان خاطركم النهاردة. عندي حاجات تانية كتيرة أهم، زي لازم أنهار، ولازم أفكر بيأس، ولازم أستعد للموت. بس لا يا حبيبي، انت هتستعد للتمثيل حالا. دي اوامر الحاكم ولازم تتنفذ. مش عايز امثل انا، هي بالعافيه. عافية. بقول لك الحاكم هتمثل المسرحية قبل ما تتعدم ولا ائتلاف؟ الحقوا يا جماعه، ده بدل ما هيعدمني هيقتلني. ايوه بالظبط. خلاص يا ماما، تصدق ان انا خفت؟ يا حبيبي، بس بدل ما احرقك وشناي انا بقى خلوهم يربطوا ايديك ورجليك بحبال ونقسم الناس فريق وهنلعب بيك شد الحبل. تعال روح، تعال روح، تعال. خلاص، والفريق اللي هيكسب هيبقى هو اكس فاكتور المدينة. انتوا ما بتصدقوا تزيتوا؟ مفيش الكلام ده انا رحت فيكم في داهيه. علشان خاطري يا عمو خلينا نقطع جسمك ونقتلك وتبقى جسم من غير راس. علشان خاطري انا هاخد الفرقانية. فرقة ايه يا بنتي انت وهي؟ فرقة ايه؟ ايه القرف ده؟ روحي العبي بالزحلية اجري يلا. كده؟ طب يا رب تموت. يا رب تموتوا انتوا. ده انتوا اغبياء قوي. يا سيدي سيب الناس تلعب وتنبسط، النهارده الكرنفال كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا عم الحاج، بس انا ماليش نفسي العب معاهم النهارده، ما تخليهم يشوفوا لعبه تانية. او اقول لك فكره حلوه، ما تلعب انت معاهم. يا سيدي وانا مالي، هم قدامك بقى اتصرف انت معاهم. ما تزيدنيش ارجوك 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 يا انت ساحره. وقف يا التمثيل وحاول تكسب وقت. بابا قصر الحاكم بيتحايل عليك عشان يجيب لك عفو نايم، عفو نايم. فيست؟ فيست ايه؟ قلت ايه؟ مين اللي انت قلت ايه؟ قلت فيست ولا عملت فيست؟ انت يا ابني فيست ايه؟ فيست بتساءل يا اخي، ايه المانع يعني ان اقدم مسرحيه وافرح اهل بلدي الطيبين دول في يوم الكرنفال؟ انا حاسك انك بتكتب يلا. قلبي عيب. ايه ده؟ في بينا الكلام ده في بينا عشره دلوقتي وتقطيع اجسام واحبال وكده. يلا بقى، مش عايزين نضيع وقت علشان المرسوم. طب انا بقى الحاكم هنشتغل يا جماعه. لا اسرع، انا مش فاضي. ايه ده؟ لحظه واحده، فين ممثلين الفرقه؟ احنا هنا. ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده؟ وفين لبس المسرحيه؟ وبعدين ده مرزرجان، ده منظرجان. ما احنا كنا نعرف منين ان هنعمل مسرحيه النهارده؟ مش طالبه ذكاء يعني. ودي بيبي شارك
دو 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 بيبي شرق. دو 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 دو. ايه ده كده يضربني عشان هتعدم بعد العرض ومش هعرف اعاقبه. لا هو ما يقصدش، هو قصده بس اننا ما كناش نعرف، علشان كده لابسين لبس بمناسبة الكرنفال. كله عشان خاطرك انت يا جميل. طيب انا هتصرف. المهم فين باقي الممثلين؟ ما رضيوش يجوا، خافوا لحسن يتعاد مزيف. لا ده انت بتعايرني بقى. بعايرك. بودي بيبي شرق. دو 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 بيبي شرق. دو 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 دو. شكلك نسيت ان انا مش مجرد ممثل بس. لا يا بابا اصحى، اوعي كده يا ست الكل، ده انا رئيس الفريق ده وانا المخرج. يا سيدي مش قصده، احنا بس اول ما عرفنا جينا وما تاخرناش، ما تكبرش الموضوع. كله عشان خاطرك يا جميل، والله كله عشان خاطر عيونك انت. طيب انا هتصرف. المهم برضو هنعمل ايه في الاندال اللي ما جوش؟ بص يا صاحبي، مش هبص انا. بص يا صاحبي، جاي صح؟ بص. اهو. احنا كل واحد فينا ممكن يعمل كذا دور، وكمان ممكن تشوف حد من اللي بيتفرج لو حابب يمثل ولا حاجة، ومن وجهة نظر. اخرس اخرس، انت هتجتهد ولا ايه؟ يعني كان ناقص كمان انك تجتهد. لا يا بابا تعالى اخرج مكاني يلا. لا والنبي تعالى اخرج، دي شغلانه لمت خالص. مامي مامي شرق. دو 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 دو. مامي شرق. دو 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 دو. المهم بقى فكر هنعمل ايه. بتشرف انك عصبي كده يا جميل. ايه ده؟ طيب انا هتصرف، يلا جهزولي بالمشهد الاول. مين فيكم عنده موهبة تمثيل اللي حابب يرفع ايده؟ بس خلاص كلها بقت بتمثل صح؟ طب يلا بقى اقعدوا بأي حتة وانا اللي هحتاجه هندهله. يلا انا لما اقول اوردر يتنفذ بسرعة. لو سمحت. لحظة واحدة، في حاجة اسمها ايقاع، يعني دي من لو ايقاع. سمحت. نعم يا سيدي. انا عاوز امثل معاك. تمثل؟ مثلت قبل كده؟ عندك موهبة تمثيل؟ الصراحة لا، بس هو لازم ولا ايه؟ طيب انت محتاج تتدرب وتجيلنا. بس انا بقى بعرف اشد الحبل كويس. دي موهبة جميلة جدا. لا ونادرة كمان يا فندم. طيب تعرف يا قلبي ان انت ان جدا في الدور. طيب اجهز بقى عشان هنستخدمك معانا في الاستعراضات. لا انا عاوز اعمل دور العاشق. تعمل دور ايه يا قلبي؟ العاشق الحبيب. ولا انا بقى يعني مشبهش ولا ايه؟ يا خبر يا قلبي، ده انت تشبه بلد بحالها. طيب اقعد بقى مع الفنانين واول ما احتاج لك هندهلك. اتفضل ابو شكلك. يلا اعزائي المشاهدين، تخيلوا معايا ان احنا بنرجع بالزمن لورا. والله لا ورا اكتر، ما تطلعوش عيني من اولها. بالظبط كده سنة 1486. عارف يا بابا انه زمن بعيد، عارف، وعارف ان اكيد ما كانش حد فيكم اتولد ساعتها. لا يا جماعة مسرح مشاركة مش كده خالص. لا مش كده. طيب نحن الآن في عصر الملكة إيزابيلا. جاهزين؟ أنا عارف إن أنتوا جاهزين. يلا 1 2 هوبا. إيزابيلا بتستحمى اختفوا ما احناش فاضيين، لو حد عايز يقابلها خليه يجيلها بعدين، مش طالبة صداع ولا دوشة خليكوا كده هاديين، إيزابيلا وصفاتها مشغولين. إيزابيلا ملكة جميلة كيوت جدا ورقيقة، لكن لو حد ضايقها تولع الفحم بيها. خلوها كده ترتاح حتى لو بس دقيقة. إيزابيلا ملكتنا ملكة جريئة. هي يا جدعان وربنا هي. ايه اللي رجعت يا بنتي؟ اللي رجعت شفت الجمهور اتوترت وبعد الفراغ تدخل الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ المخرج جاي. وبعدين ايه بقى؟ هنقضيها جيستات ولا ايه ده؟ انت تعملي ايه فوق عندك؟ انت كلبه ردي عليا تعملي ايه؟
قصدي. بص انا افهمك طب ممكن بس ما تزعلش. أيوة. بص افهمك، انا لقيتهم بيمثلوا فقلت اعمل دور الملكه ايزابيلا. اي معزة عادية بتعمل ايزابيلا عادي. لا يا ماما، ده ولا لبس ايزابيلا ولا ده شكل ايزابيلا اصلا. لا وترتني. شوفوا لي ممثلة تانية. ده مش لبس الملكة ولا حتى ده شكل الملكة. الملكة دي لازم تكون بيدكتا. أنا ممكن أعمل دور الملكة إيزابيلا. ايزابيلا هي حصلت. انت هايلة على فكرة. يلا نخلصيني بقى، انا ما عنديش وقت. بجد يا يلا. استاذ الفستان مظبوط، شعري مظبوط. حد سأل. برافو اقعد بقى خلينا نتفرج. بحبها قوي بحبها قوي. شكرا. انا انت شاطر. حد سأل. ممثلة هايلة الصراحة يا ابني. انا لسه مثلت اصلا. انت ما شفتش الاكشن دي ولا عملت رياكشن ولا بوم باكشن. حد سأل. مش طبيعية يا جدعان. حرام عليك بقى، مسلوقة مفيش دم خلاص. حرام عليك، الكحل ساح والأداء راح والفستان مش مرتاح وعايزة أكل تفاح. ممكن أمثل؟ اتفضلي يا فنانة. حد سأل عليا؟ الملك فرناندو. طيب خليه يجي بسرعة. حاضر. مش أنا اللي أمر مجعلنا يا أختي. مالك يا عمنا؟ إيه من الفنانة؟ دي الملكة إليزابيث. إيزابيلا جمهور جاهل صحيح. إيزابيلا. أيوة عارفاها، مش دي اللي تستحمى كل من المكاين. هي الظاهر كده ان في كاهن مات النهارده. واسمعتي بقى خلينا نتفرج. ايوه جايين. نجم. بس طب إيزابيلا وعرفناها، مين بقى النجم اللي داخل الدخلة الأوفر دي؟ يا الملك رونالدو. فرناندو جمهور جاهل صحيح. فرناندو. ولا لابس كده ليه؟ يا بنتي ده لبس المونديال. الكرنفال. طبعا جاي يستحمى أكيد. لا يا ام نباهة، الملك ما كانش بيستحمى غير في حالات نادرة. بيشارك الشعب عاداته وتقاليده. ملك ديمقراطي. سألت عليك الوصفات قالوا لي مش فاضية. كنت باخد شاور. تاني؟ عندك مانع يا فرناندو؟ لا بس دي تاني مرة خلال أسبوع واحد. أنت بقت نضيفة يا إيزابيلا. وايه المشكلة يعني؟ انت ليه مش قادر تفهم ان دي عادة متحضرة؟ أيوة عادة متحضرة بس دي مش عاداتنا هنا في أوروبا، دي عادة عربية. اخرس! مالهم العرب؟ هم مش بشر زينا؟ تقريبا زينا، وما دام جبنا سيرة العرب فلازم نذكر الذهب والكنوز. عرب، ذهب، كنوز. حلوين قوي الوصفات دول، ممكن أجرب؟ انسى. هجرب. عرب، ذهب، كنوز. عاش وصيفة. بقت وصيفة. أنا هلاقيكي. وانا هحميك. لا! بس الحكماء بيقولوا ان مش كل شيء بنشوفه كويس جايز يضرنا، وعشان كده بقى ممكن يتضايق من حاجة زي دي. فرناندو ارجوك نعم. نزل ايدك. ايه؟ انت صدقتني. اطلع بره. مش هطلع بره. فرناندو. ايزابيلا فرناندو. انا اسف بقى. انا ملكة اسبانيا ومن حقي ان انا استريح في بيتي. بيتك. على حد علمي ان ده القصر بتاع النبي المدينة. وانت شايف ان دي حاجة تضحك؟ جدا. ده بدل ما تتكسف على دمك من الوضع اللي احنا فيه. انا ملكة اسبانيا ولحد دلوقتي ما عنديش بيت ومجبرة بقضي شهر هنا وشهر هناك. مولاتي مولاتي. ايه ده؟ مش دول اللي كانوا؟ في ايه يا حموري؟ الكاهن جاي زبارة مع راجل شكله غريب اوي. طيب روحي قولي لهم يجوا بعد نص ساعة. حاضر. ولا اقولك خليهم يجوا في اي يوم تاني. حاضر. ولا اقولك روحي هزقيه وهزقي الراجل اللي معاه وهزقي فرناندو وانتي طالعة وهزقي اي حد تشوفيه. اختفي يا حموري. تقولي حاجة تانية؟ لا خلاص يا حموري. ماشي.
نص ساعة عندنا زيارة مهمة جدا. فرناندو. مطبلاتية واللي بيبصوا ايدينا دورهم في الزيارة النهاردة. طيب هما مش كانوا هنا امبارح؟ طيب بقى خليهم يبوسوا ايديك انت لوحدك. انا عارفه ان انت بتحب الحاجات دي، لكن انا ملكه اسبانيا ومش هقابل حد. مش هتقابليهم ليه بقى؟ دول دمهم خفيف قوي. عايز نازل اقابلهم بايه؟ بالفستان الاحمر اللي شبه ستاره المطبخ، ولا الفستان الاخضر اللي شبه ستاره البلكونه، ولا الفستان الاسود اللي كل ما بيتغسل بيبقى ازرق وبيبقى شبه ستاره الحمام. انا بقالي اكتر من سنه ما فصلتش فستان. انا ملكه اسبانيا. برافو يا بنتي. لحد دلوقتي ما عنديش فستان عليه قيمه. الوظيفات بتوعي بيفصلوا فستان كل شهر ولا لا؟ فرناندو هو انا بكلم نفسي؟ لا انا ما يرضينيش. ايه رايك بقى تستلفي منهم واحد؟ استلف منهم فكره. شايف الجارية؟ ترزع بقى ترزع. شفت؟ حتى الوظيفات زهقوا من كتر ما بستلف منهم، وانت ما عندكش دم ولا احساس. شايف التقطيع؟ انت ما عندكش دم. شايف النار؟ عارف يا فرناندو انا نفسي في ايه؟ ما تودي على الاستاذة يا برافو. هزيني كمان قدام الوصفات بتوعك اللي شبه القمر دول. فرناندو. القمر المضلم. ما تخافش، دول اجانب ما بيفهموش في اللغه بتاعتنا. حتى لو ما بيفهموش انا ايه خلاص بقى اهدى يا كوكو. كوكو. ايه ده؟ هو انت زعلت؟ ده انا بدلعك يا ايزابيلا انت هتسكتي ولا ايه؟ انت فاكر نفسك وسط المتخلفين بتوعك؟ المتخلفين؟ الابطال اللي ضحوا وحاربوا من اجل الوطن. متخلفين ضحوا وحاربوا من اجل الوطن. ما تنساش ان كل ده بسبب اسلحه ومدافع عيلتي. ايوه ما كانوش 3 مدافع ومنجنيق وكام قنبله اللي هتلين عليهم كل شويه بقى. ال3 مدافع والاسلحه اللي مش عاجباك دي هي اللي بتخليك تدخل اي حرب انت وجيشك وتكسبها. معلش انا عارفه انك متضايق عشان الاسلحه دي مش من املاكك، بس ده بعينك دي ادوات الحرب اللي ورثتها عن ماما الملكه، وهتفضل من املاك الزوجه اللي هي انا. ايوه هتزيني اكتر قدام وصفاتك. هتزيني. قلت لك ما بيفهموش اللغه بتاعتنا. صح. وبعدين مش هي دي الحقيقه؟ اوقات بحس انك اتجوزتني بس عشان اسلحه عيلتي ومدافع عيلتي. مدافع ايه بتوع الكرنب؟ فرناندو ما تنساش انك بقيت الملك بسببي انا. في ايه؟ هو انا هقوم لوحدي؟ ايوه بقت ملك. كل لما اقول للمجلس على حاجه يقول لي لا هناخد راي الملكه، كانهم بيقولوا لي هات موافقه ولي امرك. مولاتي فين مولاتي يا برنس؟ انا هنا يا هيموني. مولاتي ما تقعدي لي في حته بقى. مش هيموني عايزه ايه؟ الكاهن سلمني الرساله دي. شكرا. دي من صاحبك ملك ماديرا، رساله توصيه. قولي للكاهن ده ان انا مش هقابله خالص. انا ما عنديش محسوبيات ووصايا. عيل سيس على فكره. ماشي يا هيموني ممكن تختفي؟ ماشي. الرساله التوصيه قال ما هو ده اللي كان ناقص. شفتي بقى؟ الرساله دي اصلا كانت جايه لي انا بقى، ولا حتى خليتيني ابص عليها او حتى نشوف الكاهن كان عاوز ايه اصلا. ايه ده؟ ايزابيلا انت بتعمل كده؟ ايزابيلا فرناندو فين اسلحه الحرب؟ اسلحه ايه؟ ايوه يا حبيبي يا فرناندو، مدافع اسلحه الحرب اللي انت رهنتها للفلورنسيين ورهنتها اخر معاك لتسديد الرهن السبت الجاي. انت بتعمل ايه؟ الحاجات دي بتاعتي. مين بقى اصلا الكذاب اللي استغلك وقال لك الكلام ده اصلا؟ الفلورنسيين نفسهم يا حبيبي، دول عشان يتاكدوا من الامضه اللي انت زورتها بغباء. الكلاب. طب افهمي بس افهمي، انا كان لازم ادفع مرتبات المتاخره للجنود. ايه ده انتوا خصمتوني ولا ايه؟ انا فكرت ان المدافع ما تنفعناش خلاص وانا خلاص هبطل حروب. ايه ده؟ لا انا لازم اصالحكم. وبعدين مش انت كنت عايزاني ابطل حروب خالص؟ هفترض اني مصدقاك مع ان ده مش حقيقي. بس تضمن منين الفلورنسيين دول ما يبيعوش الاسلحه لحد تاني، وتصحى في يوم من النوم تلاقي الاسلحه دي متوجهه ناحيه راسك صاحبه الافكار العبقريه دي. ايوه صح، انا ازاي ما جاش في بالي الموضوع ده؟ عشان انت غبي يا فرناندو وما تقلقش. الوصفات ما بيفهموش اللغه بتاعتنا. لا فاهمين كل حاجه. انا بس في الجيب السري اللي جوه الصندوق هتلاقي 300,000. روح خدها وفك الرهن ورجع الاسلحه. حاضر هفكر. يلا بسرعه ما تضيعش وقت، انا جهزت الفلوس لما عرفت.
حاضر. اهدوا يا جماعه، احنا اسفين يا جلاله الملكه، هيموري جات لها حاله صرع. هيموري يا حبيبتي، ايه اللي حصل؟ اهدي اهدي يا هيموري، ايه اللي حصل؟ يا جماعه ابعدوا عنها، البنت محتاجه شويه هوا. هو ايه يا عم؟ هو ده منظر واحده عندها صرع اساسا؟ عندها صرع. ايه يا جدعان؟ ما تستعوا شويه، مش شايفين البنت عندها صرع؟ هو ايه اللي حصل لها بس؟ ما كانت كويسه. ما اعرفش يا مولاتي، احنا كنا بنتكلم معاها ومره واحده وقعت في الارض وقعدت تصرخ. قعدت تصرخ وقعت في الارض، دي اكيد ملبوسه بارواح شرير. هيموري اخرج يا شطان يا اللي جواها. مش خارج. بقول لك اخرج. بقول لك مش خارج. ليه؟ ما عنديش لبس خروج. مش هي اللي بتتكلم، دي اكيد الارواح الشريره. سواني وانا كمان. انا ما بخافش. اطلع يا شطان يا اللي جواها، لا تأذينا ولا نزيد. اي جبتوها هنا عشان الارواح الشريره تموتنا كلنا، صح؟ اخرى شويه، البنت ممكن يكون عندها صرع مش اكتر. محتاجين دكتور. يا مولاتي مش محتاجين دكتور، كل اللي محتاجينه قربة ميه سخنه وقربة ميه ساقعه. بنت روحي بسرعه، روحي من اللي قالت عليه. حاضر. يلا يا بنات هاتوا لي هنا يلا اسرع بقى. بقول لك يا ابو الكواهن. ايوه هيثم ثانية واحدة لو سمحت. يا سيدي ده وقته. عايزك تنزل تحت هتلاقي في جراب الحمار في شويه اعشاب وادويه، هاتهم وتعالى. حاضر، بس الحمير بتاعتكم دي بترفض وانا عظمة كبيرة. يا سيدي خلي بالك وعدي بجنبك مين حواليك. اعدي في جنبي من حواليه، صدق صح سلام. امسك قربة الماء السخنه. شكرا. ايه؟ هي اللي بتلسع. كم مرة؟ ها؟ هعلمكم كتير؟ اتركي! أيوة صح! دي قربة المية الساقعة، قربة المية السخنة إيه؟ هات يا ظريفة، معلش يا بنات هاتولي البنت هنا تاني. إيه؟ ما تنفعش! ممكن تسكتي بقى شوية؟ خدوا يا بنات، حطوا القربة دي على رجلها يلا. خلاص بقى يا ماما، عرفنا إن هي بتلسع، مش لازم كل مرة تزعقي. يا بنات حطوا القربة على دماغ المريضة يلا. أروبي أدازين الباكوينو بودرا ورمرات دايرو سوبيس لابورتي كانتي أميس يوم الخميس. امسك العزة بتاعتكم اهي. شكرا ليك. طب خلي البنت تشمها بقى. الله حد جاي انا مش هقدر اغطي. اظهر بسرعة، شاي وكرسي للكاهن. شكرا يا مولات، انا مش هقدر اقعد. ليه؟ مش هقدر اقعد ليه؟ حماركم ما بتحترمش حد. ليه يا كاهن؟ ايه اللي حصل؟ اترفضت. ايه ده؟ اترفضت ازاي؟ انا مش هقدر اقول ازاي. لا يا جدع انت قول اترفضت. اللي عندك دم ومش هقدر اقول لك ازاي. يا جدع انت احنا اخوات، هو في بينا الكلام ده؟ ما تقول لي اترفضت فين؟ امشي بقى. لا يا مولاتي ما تشمهاش لان دي بتخلي الواحد يعطس. فعلا بتخلي الواحد يعطس. شكرا يا حبيبتي. العافية يا مولاتي، ده واجب عليا. طيب يلا يا بنات خلي البنت تشمها بقى عشان تفوق. شكرا. هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. نامي انت يا حبيبتي، شكلك تعبانة. لا بقى هي خلاص فقت وبقت زي الفل. هي كانت بتشوف غلاوتها عندنا. يلا بقى مش عايزين لما كله يشوف اكل عيش ويلا. ايه ده؟ هو انت دكتور؟ لا يا
مولاتي انا مجرد بحار، بس انتوا عارفين ان البحار لازم يكون ملم بكل شيء عشان لما يتحط في موقف يعرف يتصرف. هاي اول مره اعرف ان البحاره حافظين طقوس طرد الارواح الشريره. دي حاجه بسيطه كده. ما تبقاش متواضع، انت فعلا عبقري. اشكرك. متهيألي ان انت البحار اللي كان عايز يقابلنا من فتره. ده حقيقي. كريستوفر كولومبوس. كريستوفر كولون زي ما بيسموني هنا. كولون. طيب تمام يعني، بس انا لازم امشي دلوقتي، في ناس مستنياني من بدري على فكره. سلام. سلام. هشوفك تاني. بقول لك ابو كواهن، ابو كواهن، ابو كواهن. اسف يا استاذ فرلاندو، افتكرت بابا الله يرحمه. الله يرحمه. بقول لك ايه، ما تيجي معايا وانا رايح للمنافقين دول؟ تحت امرك يا مولاي. تمام. سلام يا ايزابيلا. باي باي يا كوكو. كوكو انت مش طبيعيه على فكره. ايوه انا مجنونه، ورجع الميداليه الذهب اللي انت خدتها من شويه عشان دي تخصني. اهي دايما كده بتهزقيني قدام الناس. سلام يا كلومبو. سلام يا كوكو. اقصد يا مولاي. اسف يا مولاتي، ما اقصدش ان اقول خلاص ما حصلش حاجه يا كلومبو. اصل هو شكله كوكو قوي فعلا. خلاص يا كلومبو سيبونا لوحدنا. سيبونا لوحدنا؟ ايه حصلت؟ خلاص يا ماما. خلاص يا ماما، بعد العرض هجيب لك واحد غيره. انا عاوز ادخل الحمام. لا لا مفيش. لا انا عايز ادخل انجزي يلا. قولي بقى، الكاهن هو اللي اقترح عليك فيلم الاشباح والارواح الشريره دي عشان فرناندو يعجب بيك؟ لا يا مولاتي انا مش فاهم انت بتتكلمي على ايه. الحقيقه ان انا الحقيقه انك اتوترت لما انا كشفتك، بس ما تقلقش انا مش زعلانه، بالعكس انا بشجع الافلام والارواح والممثلين. بس اللي انا مش قادره افهمه، انت ليه بتعمل اي كلام على شكل طقوس دينيه؟ لا يا مولاتي، ده مش اي كلام، دي فعلا طقوس لطرد الارواح. فعلا؟ فعلا. ما كنتش اعرف ان الشعر اللاتيني بيطرد الارواح. ايه ده يا مولاتي، انت تعرفي القصيده؟ ايوه وحافظاها كمان. الحقيقه ان انا اكتشفتها من بحار كان معايا في رحله استكشافيه. عموما مش مهم، المهم بقى كنت عاوزني في ايه ومن غير لف ودوران؟ تمام يا مولاتي، انا جاي اقترح عليكي فكره عظيمه جدا. فكرة ايه؟ اننا نروح الهند من الطريق المضاد. قصدك عن طريق السواحل الافريقية؟ ده كان رأي يوحنا البرتغالي. لا انا ما اقصدش عن طريق الدوران حوالين افريقيا، انا اقصد اننا نروح الهند من طريق مباشر ومختصر من ناحيه بحر الغرب، وبكده هنوصل للهند من اولها. مش فاهمة حاجة. طيب يا مولاتي انا هشرح لك. وانا سامعة. وقعد كولومبو يحكي للملكة إيزابيلا عن رحلته لبلاد الهند وإزاي هيوصل لها، واتكلم كمان عن رحلاته القديمة وعن العجائب اللي شافها في كل مكان في البر وفي البحر. لو سمحت. ثواني، وكولومبو بيحكي وإيزابيلا مبهورة. لو سمحت. يا سيدي ثواني، وإيزابيلا مبهورة وكولومبو بيحكي. يا عم عيب اللي بيحصل ده، ما ترد عليا زي ما بكلمك. انت مش شايفني مشغول؟ نعم، خير في ايه؟ في انك واخد المسرحيه كلها لحسابك وعمال ترغي. صدق انا غلطان اللي قلت يا اسهل الناس في الكرنفال على بال ما تجازوا بالمشهد اللي بعده. يا عم احنا جاهزين من بدري ومستنيك تخلص رغي. فعلا؟ فعلا. اسف ما كنتش اعرف، اتفضلوا. ها خلصنا هري؟ احنا جاهزين يا فنان، اتفضل. يلا خلصوني، عايز اخلص من المسرحيه دي. مش عارف ايه اللي خلاني اسمع كلام البنت وامثل مع الهوا دول. بقول لك يا فنان، نعم. انا دوري امتى بقى؟ دور ايه؟ دور العاشق الحبيب. ما تقلقش يا قلبي، الدور قرب جدا. يلا نقعد مع الفنانين بقى، وانا لما احتاج لك هندهلك. يلا وسع يا ابني انت وهو للفنان. وسع ابو شكلك. يلا بقى يا جماعه، مشهد المثقفين. المحترم كولون او كولون او كولومبو او اي اسم تحبه، مش ناقصه خوته. انت اكدت انك كنت قبطان سفينه تجاريه على حد قولك؟ ده حقيقي. حاضر هسأله. تمام جدا. وفي اشاعات بتقول انك كنت قرصان، يا ترى ده حقيقي؟ الحقيقه دي مش اشاعات، انا فعلا كنت قرصان. عشان تصدق كلامي بس. الله الله الله، كولومبو طلع قرصان. انا اول مره اعرف حاجه زي دي. الحقيقه ان انا كنت قرصان
وده كان في حرب خلافة مملكة نابولي، وهاجمنا وسرقنا كل سفن الملك الفونسو وقتها. سفن خالي الفونسو؟ اقول لك احسن برضه يا عم، ده كان راجل جلده ما يرضاش يسلفني. فرناندو اخرس بقى وبلاش فضايح. كملوا. ويا ترى بقى سرقت سفن الملك الفونسو بس ولا هاجمت وسرقت السفن تانية بعد كده؟ انا مش فاهمه ايه الاسئله الغريبه دي. احنا جايين نناقش الطريق الجديد للهند ولا نحاكم حرامي فراخ؟ بالظبط، جلالتك معاكي حق، حرامي فراخ. يعني ايه؟ يسألوا الأستاذ المحترم كولومبو كان بيعمل إيه على سفينة القراصنة اللي كان عليها العلم الفرنسي في 13 أغسطس سنة 1461 واللي هجمت الناقلة التجارية في جنوة وكان عليها 5000 صندوق قمح و3000 فرخة. 3000 فرخه؟ ده طلع حرامي فراخ فعلا، بس بالغفله. اسف بقى، الواحد ما يروحش يهزر كده. بس لسوء حظ المهاجمين النار ولعت في الناقله التجاريه واتحرق ساعتها كل اللي على السفينه واللي بيهاجموا وماتوا. طب والستات اللي كانت على السفينه؟ للاسف كمان ماتت كل الستات اللي على السفينه وماتت كمان 3000 فرخه. النار خلتهم فراخ مشويه. ماما انا جعان عاوز اكل. شوية يا بودي انا بمثل دلوقتي. والغريبة يا سادة ان محدش نجي من الحادثة دي غير شخص واحد بس، السيد كولومبو. تفتكروا حادثة ضخمة زي دي ازاي حد يخرج منها سليم الا لو كان هو اللي مدبرها؟ برافو برافو برافو، البنت الظابط دي شكلها ذكي قوي على فكره، وشكلها دارس القضيه كويس. ظابط ايه وقضيه ايه؟ يا ابني ده باشا، ده مثقفين ودي مثقفه. بجد؟ والله. ايوه عشان كده بقى ظابط مثقف. لا ده انت ضايع، اسكت بقى خلينا نتفرج. انظري يا ملكة اسبانيا. انظري يا ملكة اسبانيا. يا ابني انا موجود، خلي عندك دم. وانظر انت كمان يا ملكة اسبانيا. الراجل اللي قدامكم ده ممكن يضحي بأي شيء في سبيل المال حتى لو كان ده على حساب حب الوطن. ايه رأيكم في اللي ما بيحبش وطنه؟ كلنا حب الوطن لان الوطن كالام، وطبعا كلنا عارفين ان اللي ما بيحبش مامته ده يا اما يكون كانت بتضربه وهو صغير، يا اما كانت بتلسعه بالمعلقه في بقه، وده طبعا يبقى ظلم وافتراء، يا اما اترمى في نص الشوارع والشبابيك بتخبط والمطره بتمطر والبرق بيبرق والرعد بيرعد، وده طبعا يبقى ضحيه. كمان مضطرين ندور له على ملجأ ايتام. طب فين المشكله طيب؟ تعالى ترزقنا وما اسمعش صوتك. انا اسف والله، انا اسف. معلش هو غبي. كولومبو، ايه رأيك في اتهاماتهم المتوجهة ليك بالخيانة؟ دافع عن نفسك ولا تنسى خالص موضوع الهند ده؟ اتفضل. اقول ايه بس يا مولاتي؟ كل الكلام ده كذب في كذب، واتحدى اي حد فيهم يواجهني باي حد من اللي كان موجود على السفينه وقتها. وهنواجهك بحد منهم ازاي؟ اذا كانوا كلهم ماتوا محروقين. تحب اروح اقول لك في نفسي مثلا واسالهم تفتكر؟ والله فكره مش بطاله. حد معاك كبريت يا اخوانا؟ بس انا والله مضطر استاذن دلوقتي. تستأذن؟ ليه؟ رايح فين؟ تقدروا تكملوا من غيري، نداء الواجب بيناديني. نداء الواجب؟ رايح فين يا فرناندو؟ راح احصر ملجة. هتحاصر ملجة؟ يعيش الملك! يعيش الملك! العربي في ملك! العربي في ملك! الحرب! حرب تاني؟ مش كفاية الديون اللي علينا من الحروب اللي فاتت؟ العربي الخاين! الموت! الحرب! يبقى كده عمري ما هفصل فستان. يا ايزابيلا بس ما تقلقيش، انا اول ما هحصر ملكة هيبقى معايا فلوس كتير موز، وساعتها بقى انا مش هفصل لك فستان، ده انا هبني لك بيت. كل مرة بتقولي نفس الكلام يا فرناندو قبل كل حرب، انت ما بتزهقش. يا ايزابيلا الجنود مستنيين بقى، ما تحرجنيش. خلاص يا فرناندو، لما نشوف روح حالك. الوداع يا ميقف. يلا يا ابطال. دق الطبول
ايوه رايحين نحارب وقائدكم مسؤول. ايوه انا المسؤول. قائدنا مسؤول. ايوه انا المسؤول. قائدنا مسؤول. انت القائد المحور، بتطلع من بقك. انت القائد المحور، بتطلع من بقك. حبيب دياب من الدمر، انت في العتمة نوار. انا القائد العظيم وسط جنودي ببقى حليم. انا الفخيم، انا الزعيم وحنين طيب وكريم. واحنا جنود الأباطيل صدقنا في أي شيء خطير. انت كتير زي العصافير واحنا نقابل التكبير. انا الملك الخطير، شاور يا منفذ يا كبير. بطولاتي عظيمة وكتير، تكريمك دايما بالخير. مش عاوز أي تقصير، ملناش في كلام التحوير. أنا القائد الخطير، احنا جنودك الأباطيل. دقوا الطبول، دقينا الطبول. حرروا العقول، حررنا العقول. دقوا الطبول، دقينا الطبول. حرروا العقول، حررنا العقول. حررنا العقول، حررنا العقول. يلا طول يلا. بص، احنا لما عملنا اجتماعنا من شهر ما كنتش مقتنعة قوي ان الارض كروية وكده، بس انت اقنعتني. وانا كمان اقتنعت بان نظرية بحر الغرب ممكن توصلنا للهند. هاي بس لسه هتواجهنا مشكلة. مشكلة ايه؟ الاساطير القديمة بتقول ان في بحر الغرب هو الهند. شكرا للاضافة. في حاجة هناك بتشبه السحر. فجأة البحر يتشق وبتلاقي دوامات ومية بتغلي ونار. فوهات بركانية مرعبة بتخرج من فتحات في المية، وحمم بركانية في كل مكان. حمم بركانية عاملة زي الرغاوي وبتتنفخ زي البالون وتقعد تكبر وتكبر وفي النهاية انفجار. فرناندو 3 شهور محاصرين الكلام وبرضه مش راضيين يستسلموا. الطاعون انتشر والجرب والبق والبراغيث. حرب ملعونة. وانا اللي قلت هسدد ديوني 3 شهور والديون عمالة بتزيد. يا طيب على قلبي وينك. هلا يا مرحبا يا مرحبا. ايش هذا؟ والله قطعناهم وسوينا فيهم اشياء ياما. ويش هتسوي لو طلع لينا فرناندو جيشة؟ والله لا هدقهم دقه وهزقهم زقه وهلجهم لجه. انت مو خايف؟ لا مو خايف. تدري ليش؟ ليش؟ لان عضلاتي مقويه قلبي. العربي الخاين، العربي الخاين. نعم يا سيدي نعم. عجبتك ولا في الحرب؟ انا ده احسن ممثل شفته في حياتي. دي حاجة بسيطة كده. قول لي بقى هتديني امتى دول؟ عايش ده وقته احنا في حرب. خلاص بعد الحرب. ماشي. اعتبر ده غور بقى يا سيدي غور. ابو شكلك هايل فصيل. يلا يا جماعه تقدروا تكملوا اجتماعنا. انا اسف. ايه اجتماع ايه؟ كيوك يا استاذه. حاضر اديني بس 5 دقايق. 5 دقايق ده احنا فاضيين بقى. 5 دقايق بس. 5 دقايق بس، محتاجة اخش في الشخصية. خش في الشخصيه. يلا يلا يا ماما. يلا اجري يلا. مفيش مركب هتقدر تعدي من الدوامات. ايوه ده حلو. طيب انا اسف بقى ليكوا جدا، بس حابب اقول لكم ان كل كلامكم واساطيركم الجميله دي اي بطيء. لان رحت بنفسي بحر الغرب ده ووصلت للارض البعيده اللي بتسميها طول.
او ايسلندا. انا شفت ايه؟ احكي لنا قول لنا شفت ستات؟ شفت كل حاجة تقريبا ما عدا البراكين والفوهات بتاعتكم دي. شفت أرض بيعيش عليها ناس برجل واحدة. برجل واحدة؟ مين دول؟ رجالة وستات يا مولاتي، ما عندهمش غير رجل واحدة بس. لا مش ممكن، حتى الستات كمان برجل واحدة؟ حتى الستات عاملين زي عرايس البحر، بس بدل ما عندهم قشر سمك وديل عندهم رجل واحدة بس، بقدم كبيرة ورجل ضخمة. غريبة قوي الحكاية دي، أمال بيمشوا إزاي يا ترى؟ بيمشوا؟ في الحقيقة هم ما بيمشوش، هم بيتنططوا زي العيال الصغيرة وهي بتلعب بالأولى. قال لك أولى، طب ما تورينا بيعملوها إزاي دي؟ أنت قفشت في الكلمة. قفشت، عايز أتفرج. طيب عينيا الاتنين. بالظبط هم بيمشوا كده برضه. آسف يا مولاتي، أنا آسف ليكم يا جماعة، اتفضلوا اقعدوا. أنا بس حابب أقول لكم إن كل مخاوفكم دي ملهاش أي أساس من الصحة، وأنا أقسم لكم بشرفي إن مفيش فوهات ولا براكين. بس اكيد عندهم بحر شبه البحر اللي عندنا. طبعا. واكيد طبعا البحر ده اكبر. حقيقي. وطالما البحر اكبر اكيد الاسماك اللي فيه اكبر. بالظبط، بس هو إيه علاقة ده بموضوعنا؟ علاقته يا سيد كولومبو ان رحلتك للهند دي هتستغرق على الاقل 4 شهور، مش شهر زي ما انت بتقول. 4 شهور ازاي؟ الخريطة بتقول ان الخريطة تقول اللي هي عاوزاه، انما الحقيقة ان دي قدرة السفن اللي عندنا ومعدل سرعتها. فعلا جدا. بص يا سيد كولومبو، الرحلات الطويلة اللي من النوع ده بتحتاج تجهيزات خاصة. طقم سفينة مش عادي يقدر يتحمل 4 شهور في البحر، وكمان هيحتاجوا حاجات كتير زي اكلهم وشربهم. بالظبط، هيحتاجوا اكل وشرب كتير، وكمان هيحتاجوا الستات. يا نعم. اخرس بقى. بص يا سيد كولومبو، موضوع رحلتك ده محتاج وقت اطول للدراسة. وقت اطول؟ احنا بقالنا 10 شهور في المكان هنا. مش كفايه يا سيد الملك كولومبو. رجع، الجيش رجع، رجعوا الابطال. يعيش الملك! يعيش الملك! يا داعي للهتاف يا جماعة، بأحرج، مش لازم تقولوا يعني يعيش البطل. يعيش البطل! يعيش البطل! فرناندو، هم اللي بيهتفوا لوحدهم والله، صح؟ أيوه صح، يعيش الملك! ايوه صح، يعيش الملك! فرناندو، فين باقي الجنود؟ الجنود إيه؟ الجنود اللي كانوا معاك راحوا أيوه افتكرت، فين يا ابن الجنود؟ ماتوا في الحرب يا فندم. هو اللي قال مش أنا والله، أنت هتودينا بتاع يا ابني ولا إيه؟ فين هم؟ ماتوا يا فندم، ماتوا. اخلص! ما تقولش ماتوا، وضحوا من أجل مجد اسبانيا زي ما كلنا بنضحي. يعيش الملك المضحي! يعيش الملك المضحي! فعلا فعلا بتحرجوني، بس انتوا تستاهلوا خطاب، مش خساره فيكم. خطاب الحرب! شعبي العزيز، شعب اسبانيا وكل شعوب اوروبا، اهلي وحبايبي والمجتمع والناس ايه ده؟ ما تخلونيش بقى اخد نرفي يا جماعه، مش كده. فرناندو، احنا في اجتماع مهم دلوقتي، مش وقت خطاباتك. يا زمان الناس مستنيين الخطاب. وانا قلت احنا في اجتماع مهم ومش وقت خطاباتك. اقول لك اسكت او اعمل اي حاجه مفيده. ايوه صح، انا لازم اعمل حاجه مفيده. اخيرا حسيت على دمك. انا رايح احاصر بازا، جاهز الجيش. ما بقاش فاضي غير في الكاس يا فندم. ضمن قلبي في الجيش ويلا الى بازا، اشوف فيك يوم يا فرناندو.
بقتش بتغطي التكاليف ورحلة الهند والكنوز اللي بيأكد عليها السيد كولومبو هي أملنا الوحيد. احنا محتاجين نثق أكتر في السيد كولومبو، جايز تكون الأدلة مش كافية، بس ما تنسوش إن هو كمان مستعد إنه يضحي بحياته في قلب البحر. لا بنفسي يا جماعة، بنفسي. مستعد للمخاطرة بحياته، بس برضه هيخاطر بالسفن وحياة البحارة اللي معاه وحياة الستات. يا ابني اخلص بقى، روح اخطب بقى ولا اتجوز بدل ما انت قرفنا كده. انا بتكلم عن البحارة اللي ممكن يموتوا وساعتها مضطرين اننا نبرر موتهم ده لامهاتهم ومراتاتهم. امهاتهم ومراتاتهم؟ طب ما في ستات في الموضوع. ما عندكمش ضمير؟ هيقعدوا يصوتوا في وشنا ويقولوا كده عملتوا ايه في اجوازنا واخواتنا وولادنا؟ برافو، حقيقي برافو، بس ما قلتوش الكلام ده ليه والجنود رايحه تحارب في بازا؟ يلا يا جماعه تقدروا تكملوا لحظه واحده. ايه ده صحيح؟ انتوا ما خفتوش ليه على مراتاتهم وجوازاتهم؟ لا دي حرب مقدسه يا ابني، احنا بنحارب في ده الاسفلتيا. حرب مقدسة برضو ولا ثروات العرب؟ ده انتوا حتى مش بتفتكروا الأرامل وانتوا بتوزعوا الغنايم. بصوا بقى، حرب كولومبو للهند برضه حرب مقدسة. الملك رجع، الجيش رجع، رجعوا الأبطال. بس استسلمت. يعيش الملك، يعيش الملك. فرناندو، أنا كنت بتكلم وأنت رجعت من الحرب قطعتني. لا يا إيمولا، أنا من حقي أتكلم. فرناندو، أنا بقالي سنين سايبكم في الاجتماع ده مش راضي يخلص، ادوني فرصتي بقى. اسكت خالص وما اسمعش صوتك. أنا أتكلم براحتي. بقى كده. كفاية ظلم بقى، ده افتر. أنا بطل منتصر ومن حقي أحتفل بقى. يعيش البطل المنتصر، يعيش البطل المنتصر. كفاية ظلم بقى، من حقه يتكلم. كفاية ظلم بقى، من حقه يتكلم. اهو ده اللي انت فالح فيه، عمال بتزود حلمنا وعمال بتزود في ديوننا، وكل ده ليه؟ علشان تتبسط بالهتافات؟ فرناندو، انا بحذرك. هو ما فاضلش غير شوية عرب في جرناطة اروح احاربهم. ماشي؟ يلا يلا جرناطة. لا مش هقدر استحمل. لا يلا 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 يا بابا يلا يلا خلصوني. نبدأ يا أستاذ؟ كملي يلا. حرب تاني؟ لا ده كتير، الناس مش لاقية تاكل وكل شوية حرب حرب. الناس بتموت ويجيبوا ناس تاني ويموتوا. الموت بقى في كل مكان. اهدي يا غالية، ها اهدي بلاش اوفر. المسرحية مش تراجيدي خالص. معلش يا أستاذ، أنا آسفة، أنا قلت أجاوب بس من عندي. لا يا ماما نركز بقى كده نركز. طيب معلش، ممكن حضرتك ما تزعلش، ما تقفش. اه ممكن؟ اه أنا عايزة أدخل الحمام. لا مش فاضي يلا. لو سمحت عايزة انجزي. حرب تاني؟ أنا أعصابي ما بقتش مستحملة. الملك رجع، الجيش رجع، رجعوا الأبطال. الملك، الأبطال، الملك.
كملوا خلاص، مبقاش في عرب تاني، خلصتهم كلهم. احسن. ما تكلحش. فرناندو. انا خلاص ما بقتش عندي حروب تاني، انا هعمل ايه دلوقتي؟ اقول لك فكره حلوه. نخلص خالص. انا فكره حلوه ان انا اخلص خالص، صح؟ شاطر يا كوكو. وانتوا بقى انا جبت عقدي. رحله كولومبو للهند هي املنا الوحيد. بعد ما فرناندو دمر كل العرب اللي كنا بنستغلهم وبناخد ذهبهم وكنوزهم. بقول لك يا فرناندو، هو في عرب في الهند؟ لا يا بابا ركز، انت فرناندو انا كولومبو. بقول لك يا كولومبو، هو في عرب في الهند؟ عرب في الهند ازاي يعني؟ عرب يعني اروح احاربهم بدل ما انا قعدتي دي، بدل بالمره كمان ازود مواردنا. لا مفيش عرب في الهند، بس في ناس تانية ودول تعرف تعتبرهم خونة برضه، ودول بقى كنوزهم وثرواتهم اكتر بكتير. فعلا؟ فعلا. وابقى بطل منتصر. تبقى بطل الابطال كمان. خلاص انا وافقت على موضوع الهند، وارجو كمان المثقفين والعلماء يوافقوا من اجل الوطن. فرناندو وافقت دلوقتي، طب ايه رايك بقى ان انا مش موافقه؟ لا يا زمان انا وافقت، انا وافقت. انا مش لا انا وافقت. خلاص. ايه لعب العيال ده؟ ابوس ايدك يا مولاتي بقى، احنا ما صدقنا بقالنا سنين بنحارب وبنحاول عشان اللحظه دي. خليك انت الكبيره، انت تعملي عقلك بعقلك. كوكو كولومبو. اسف يا مولاتي. يا مولاي. خلاص يا كولومبو انا موافقه. دلوقتي رحله الهند بقت واجب وطني. ها موافقين ولا ايه؟ موافقين. يا فرج الله. يلا بسرعه يا كولومبو، انا عارفاهم عيال وممكن يرجعوا بكلامهم. يلا يا جماعه بسرعه جهزوا السفينه، مفيش وقت. سفينتنا إلى الأمام، إلى الأمام. كلها التزام. انا ملتزم يا ريس. اربط الحزام، سفينتنا إلى الأمام. سفينتنا 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 إلى الأمام. سفينتنا إلى الأمام. سفينتنا كلها التزام. سفينتنا اربط الحزام. سفينتنا إلى الأمام. سفينتنا 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 إلى الأمام. سفينتنا فيها ذكريات، سفينتنا كلها حياة، سفينتنا أيام النجاة. سفينتنا إلى الأمام. سفينتنا كلها دروع. سفينتنا هعمل فيها مشروع. سفينتنا أنا ميتة من الجوع. سفينتنا إلى الأمام. سفينة رايحة جاية في البحر مبحرة، طول عمرها السايرة سودانية مقشرة. طن سفينة بشرب بيرة مشبرة ونغني أي كلام آخره ترارارا. سفينتنا 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 إلى الأمام. سفينتنا 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 إلى الأمام. دي الهند يا كولومبو؟ لا يا مولاتي دي أرض تانية. أمال جبتنا هنا ليه؟ لأني لو كنت قلت لكم من الأول إن إحنا رايحين أرض تانية فيها كنوز وثروات ما تخطرش على بال الإنسان، ما كانش حد هيصدقني، خصوصا إن الأرض دي محدش يعرف مكانها. بس انا سمعت عن ارض زي دي وفي مخطوطات وخرايط لرحالة عربي اكتشفها من 400 سنة
ازاي؟ الكلام ده كله كذب على فكره. لا. وانا الوحيد اللي اكتشفت الارض. موجودة على فكرة. ما تخليك جدع بقى وانسى موضوع العرب والخرايط، وهديك نسبه من الثروات. بس لما دورنا لقينا ان العربي ده كذاب والخرايط دي مزيفة، واللي اكتشف الارض دي هو كولومبو المكتشف العظيم. حلو ده. حلو ده. عاش، نسبتك محفوظه. كل السنين دي بتخدعنا يا كولومبو؟ يا مولاتي انت مش كنت موافقه على رحله الهند من الاول؟ ايوه بس مش من غير بس يا مولاتي، الارض اللي احنا رايحينها دي كنوزها اكبر بكتير، والارض دي محدش يعرفها قبلنا، واحنا اول ناس هنوصل هناك، وهتبقى بتاعتنا هي وكنوزها. بس انت قلت لي ان في هنا هنتخون. ولا تزعل نفسك يا مولاي، الارض دي فيها سكان اصليين برضه، وممكن نعتبرهم خونة، ودول بقى عاملين زي العرب، فيهم خونة برضه. فعلا. مستني ايه يا مولاي؟ الناس دي مش هتخلينا ناخد كنوزهم وثرواتهم بسهولة. ايوه، هند خونة، يلا الى الحرب، الى الهند، يلا الى الحرب. ممكن نعمل بطريقة تانية نسرع الموضوع. ولا تزعل نفسك يا مولاي، عندي فكرة حلوة، ما تاخد بعضك وتنزل على افريقيا. افريقيا ايه علاقتها بموضوعنا؟ ازاي يا مولاي؟ افريقيا ليها علاقة وطيدة جدا، افريقيا فيها خونة كتير برضه. فعلا. افريقيا افريقيا. وانت بتحارب هناك في افريقيا بالمره هتلاقي السود هناك، تقدر بقى دول تجيبهم معاك وتخليهم يكفروا عن ذنبهم عندنا هنا، ودول ما ينفعش يتعبوا لان دول ساعتها هيبقوا اسرى حرب. ايوه صح، انا ازاي ما جاش في بالي الموضوع ده؟ الى افريقيا، الى الحرب. تمثل مع الهواة دول. بس تمثل مع الهواة دول ازاي؟ عفو ايه العفو النهائي اللي كنت رايحه اجيبهولك. انت ما صدقت، احنا كنا بنشتغلك علشان تمثل مسرحيتك قدام الكل ونكشف خيانتك لاوروبا. نعم. ازاي؟ ايوه، ده غير تطاولك على العظيم كولومبو اللي خليته غرسان في مسرحيتك، بالاضافه انك شوهت تاريخ الارض العظيمه، ارض الحريه. انا استعبط ولا ايه؟ ما كلنا عارفين اللي فيها اصلا، الارض حريه قال. انتوا هتسيبوا يا جماعه شوه تاريخنا اكتر من كده ولا ايه؟ اعدموه ولا اروح اقول للحاكم انكم بتوع سلوان. لا نعدمه حالا.
العقد المسرحي تحت رعاية أستاذ دكتور محمد عثمان الخشن رئيس جامعة القاهرة، أستاذ دكتور جمال عبد العزيز، أستاذ يحيى ياسين، أستاذة ثانية عمر، أستاذ إبراهيم حسن، أستاذ دكتور أحمد عمر، أستاذ دكتور إسماعيل يوسف، أستاذ أحمد شهر، أستاذة رنوز السليمة، أستاذة منال آدم، أستاذة منى ميخائيل. شكر فصل الفنانين أحمد إبراهيم، أحمد عمار، محمد صالح، أحمد سلطان، عبد الرحمن عادل البكر. وشكر فصل فريق تمثيل كلية الهندسة جامعة الوالد. إدارة خالد حسنية. علاج الزوجات سماح أنور. ديكور وتصميم جرافيك كريس كلابر. أحمد طارق. شريك الإعلام والتدريب كريم يونس. عبد الرحمن بودا. محمد الخديري. مخرجات مساعدات احمد طارق. مخرج منفذ محمد مبروك. العقد المسرحي كرنفال تأليف داري وفوق، إعداد وإخراج عبد الله الشاعر.